اهلا بيكم في حلقه جديده من ضبه ومفتاح. والنهارده معانا كابل مميزين جدا. هم متجوزين حديثا وهيكلمونا عن قصه حبهم وليه اختاروا بعض. ومعانا الدكتور فؤاد عبير، اخصائي علاقات وعلم طاقه وتحليل الشخصيه من خلال لغه الجسد. وهو هيحدد معانا كمان اذا كانوا هم هيفوزوا بالمسابقه ولا لا. اهلا بيكم. اهلا حضرتك. اتشرف باسمك. اسمي محمد. شيماء. محمد، انت شفت شيماء فين؟ اصلا يعني عرفته ازاي؟ هي كانت في معرفه قديمه. كانت والدتها كانت تقرب لقرايبي يعني في البلد اللي احنا زي قاعدين فيها. نسب كده، في نسب. في نسب انا كنت عارفها من فتره وحبيت ان انا اتقدم لها. ايه رايك يا دكتور؟ هو طبعا واضح جدا انهم بيحبوا بعض. الاستاذه شيماء واضحه وصريحه وشفافه، يعني زي ما بيقولوا كده، قالت كل اللي في قلبها وبمنتهى الثقه وبمنتهى الثبات والتركيز. ما تفكرش في الاجابه اصلا. البادي لانجوج بتاعها واضح، المصداقيه يعني. استاذ محمد برضو بيحبها وعنده اخلاص وعنده حاجات كتير، بس في جزء في الاتيتيود كده، في طاقه ما حسيتهاش ان في جزء كده هو يعني مخليه لنفسه لمحمد، منطقه كده ما حدش بيقرب لها. قصد حضرتك ايه؟ لا يعني بص، كل راجل ليه برايفسي بتاعه وما بيحبش حد يتدخل فيه. يعني انت مثلا عامل للموبايل باسورد اكيد، صح؟ اكيد. طيب بحجه ان عشان الولاد بقى وما يلعبوش في حاجه طبعا. ولا أنا عارفة يتصلوا بحد الباسورد والكلام ده. ايه؟ عارفه الباسورد عارفه بتاعه. الباسورد بتاعه؟ أكيد. طب دي حاجه كويسه. يعني الموضوع ندي شيماء كام من 10 وندي محمد كام من 10 يا دكتور؟ شيماء بصراحه اديها 10 من 10. اوكي. ومحمد؟ محمد يعني 8 من 10. اقدر اديله 8 10 من من 10. 10. دي نسبه كويسه، انت بتستاهل 8 من 10. تمام. طب دكتور، يعني انا لو مكانها دلوقتي، احنا على الهوا يعني، بس انا لو مكانها دلوقتي هبقى متضايقه الصراحه. ليه؟ لان انت بتقول ان هو مخبي حاجات، فده مخبي إيه بيوتر بقى اي حضرتك بنت يعني؟ يعني. ممكن يكون ايوه مخبي فعلا يا مثلاً استاذه، معاها حق. موقف مثلا اتخانق مثلا مع حد من صحابه ومش حابب يقول لها علشان ما تكرهوش. ايه المشكله ان هو يخبي حاجه زي دي؟ كويس. ايوه بس احنا مش عايزين نضايقها برضو، فعايزين نفهم مش شرط اكتر. يكون. والناس معانا على الهوا عايزين نفهم ايه الحاجه اللي ممكن يعني في ايه، يعني فاهم قصدي؟ على ولا فكرة هو ده عادي؟ لا هو ممكن يكون مخبي حاجات وهو مش واخد باله ان هو مخبيها. مسيطر على عقله الباطن، فعقله الباطن هو اللي بيتحرك، بيخفي حاجات وبيظهر حاجات بس. طب واحنا هنعرف ازاي؟ خليتها كده اتضايقت على فكره. انت لا خالص. طالما لا يعني هو، طب احنا نعرف ازاي ايه الحاجات اللي هو مخبيها؟ يعني نعمل لا. ايه دلوقتي؟ بدات اتضايق بجد. لا خالص. دي مرحله تانية بقى. لما بيبقى جاي لنا حد مثلا حاسس ان هو عنده ستريس، فبنقول له احكي لنا مثلا كل اللي عندك، فبيحكي. فانا بفهم البادي لانجوج بتاعه ان هو ما حكاش كل حاجه. فبقول له لا، انا كده لازم استخدم معاك المرحله اللي بعد كده، اللي هي التنويم المغناطيسي. هنا بيقدر الشخص يعمل ريلاكسيشن للعقل الباطن، هو العقل الباطن يبدا هو اللي بيتكلم، هو اللي بيطلع كل اللي عنده. انا ما بقتنعش بقصه التنويم لا المغناطيسي دي. ده موضوع موضوع لكن ده علم يعني. ايوه ده علم، يعني حضرتك بتعمل كده في العياده؟ بعمل كده، ده شغلي. ده شغلي يعني وتخصصي. حضرتك طبيب نفسي ومحضر محضر دراسات في التنويم المغناطيسي، معايا شهادات. إيه ده؟ أنا في ناس بخاف من متخيله ان هو الحاجات دي. خرافات او ليه علاقه انا بالدجل. مش بقتنع بالحاجات دي. الناس كتير كده على فكره، ناس كتير كده. بس كل اللي جرب وتعامل في الموضوع وحس بالفرق وحس يعني لما دونت حاجات وقلتها له ليه انت ما قلتليش كده، قال لي اصل دي حاجه انا كنت حاسس ان انا خجلان منها جدا. مفيش حاجه اسمها خجل، في حاجه اسمها انك طول ما انت صريح، طول ما انت مرتاح. بس مفيش حاجه ممكن نخجل منها يعني. طب نعمل ايه بقى في القصه بتاعت لا احنا الجزء المستخبي ده؟ لا انا ممكن اوريكي طبعا، ده جزء من شغلي، بس احنا ما توريني اتفقناش على ده يعني، مش من ضمن اللي انتوا قايلين لي عليه يا جماعه. طيب احنا هنرجع فاصل وهنكمل كلامنا، استنونا. انتوا كده بتدخلوني في حاجه تانية انا ما دكتور اتفقتش ايه عليها. يا دكتور؟ ما فاهم البنت ما ينفعش نقول لها كده يعني. تمام. مش انا جاي دلوقتي احلل البادي لا، ما هو لانجوج. حضرتك جاي لا تحلل بس وحضرتك مش جاي انت تضايقها. خليتها تضايق كمان.
يعني هي اتضايقت؟ انا عارف مراتي. شويه. لا من ايه لا ان في حاجه مخبيه عليا، لا دي حاجه تضايقني يا طبعا. جماعه؟ كل الرجاله بتخبي حاجات والله. لا بس قال لي ليه ازاي الستات يعني؟ ما ما تخبيش حضرتك بقى على قلت الراجل؟ دلوقتي انت انا خليتها تتضايق يعني انا لو فيا. مكانها هشك ان في حاجه غلط. يعني انا صريحه معاه جدا، ليه يخبي عليا؟ اهو شفت حضرتك. ما هو هقول لك على حاجه، انت بتقولي له كل حاجه، يعني انت أكيد. ممكن مثلا تقولي له مشكله حصلت بينك وبين مامتك مثلا او اختك او اي حاجه شبه طبيعي. كده، صح؟ ده هو طبيعي. ممكن يحصل مشكله عنده برضه في بيت اهله وما يقولكيش عليها، علشان ما تشيليش منهم او حاجه كده، يعني ايوه بيبقى نيه ماشي كويسه. يا دكتور، بس عشان الكلام ما يعومش انا عايزه اكمل الحلقه، انا اكمل الحلقه وهي مش متضايقه، فانا عايزه افهم هو ممكن يبقى صح. مخبي ايه ومش مخبي ايه. هل حضرتك تتكلم في العموم؟ هو بس تمرين كده صغير، ريلاكسيشن وشويه مصطلحات، فبيفضل في حاله بيقدر يقول فيها كل اللي في عقله الباطن اللي أيوة، هو إحنا مسيطر معانا عليه. احنا معانا قد ايه ونرجع؟ 3 دقايق. اوكي انا عندي مشكله يا دينا بس هحلها وهنرجع على طول. ماشي اوكي. تمام. بس ايوه بس هو اكيد مش هيوافق يعمل حاجه زي كده. هو انا مش هعمل ده غير بموافقته، لو هو حابب، او لو حابب يعمل ده بعد براحته. انا حابه اعرف. يعني انت بتقتنع حابه بالكلام ده؟ يعني انت حابه تجربي التنويم المغناطيسي؟ حابه، لان انا ما بكتشف الكلام ده، فعايزه اشوف بقى قدام عشان اقتنع. لأن تحبي حضرتك نعمل- بتقول- تحبي نعمل ده حضرتك معاكي؟ بتقول ما عنديش مشكله خالص. تمام. لا حضرتك بتقول ان ده صح. بصي هو انا لو ما عملته بقتنعش غير معاكي، لما بشوف قصادي. انا لو عملته معاكي هبقى بضيع وقت، لان انت اوريدي كتاب مفتوح، يعني انت يعني ما مشكله عنديش نعمله مع شك. محمد عادي، هو عنده حاجات مستخبيني اعرف. يعني انت حابه ان يعني انا انت اعمل ده معاه؟ صدقت حضرتك طبعا. كده؟ عايزه اعرف. لو انت حابه نعمل ده عشان ترتاحي وتطمني، انا ما عنديش ايوه بس مشكله. هتعمل ايه؟ عشان انا شخصيا خايفه. لا ما فيهوش حاجه خالص، الموضوع كله تمرين بسيط ومصطلحات العقل الباطن بيبقى خلاص. طيب أيوة تحبوا أنا- نبدا؟ هناخد دقيقه مش اكتر. ما على مين تمام. اجرب؟ على مين؟ عندك الاستعداد أنا والموافقه؟ مستعد. موافق. تمام. ممكن تحط ايدك كده زي ما انا حاطط كده؟ اهو. تمام. حاسس بضغطه صباعي؟ بسيط. زي ما انت. هو انت بتقول له ايه؟ انا مش عارفه، احنا عايزين نسمع. محدش هيرد عليه يا جماعه، هو مش هيرد على حد غيري، فما حدش يكلمه غيري لو سمحتوا. استاذ محمد سامعني؟ اه. عندك كام سنه؟ 26. متجوز ولا لا؟ اه. بقالك قد ايه؟ سنة. تحب مراتك؟ اه. انا جسمي اشعر. وانا يا جماعه في ايه؟ احنا مش دجل ده، لو سمحتوا بعدين تسيبونا نشتغل. طيب اتفضل. بتسافر من غير مراتك؟ لا. ما بتروحش في حته؟ طيب كنت فين من اسبوع؟ بنزل مع اصحابي. تمام. صحابك ولاد ولا بنات؟ لا ما خلاص نخف اسئله عشان نعرف نكمل الحلقه. عايزين نعرف بس نشوف. ولاد. انا واثق فيه جدا على فكره. ولاد؟ ما تعرفش بنات؟ اعرف. زمايل ولا علاقات تانية؟ مش كلهم. طيب اقرب واحده ليك اسمها ايه؟ من ناحية. من ناحيه العلاقه اللي بينكوا، يعني في ما بينكوا علاقه حلوه يعني. آية. ايه؟ مين ايه؟ ايه الاستاذه ايه؟ لا شيماء. شيماء. طب بعد اذنك معلش انا عشان نلم الليله زي ما قلت. يا جماعه هو الدكتور ده يعني جايبينه منين؟ حسيت بحاجه؟ في اي الم؟ في اي كهرباء؟ في اي حاجه؟ لا. طيب انا الحمد لله قلت لكم ما فيهوش ولا دجل ولا اي حاجه، الموضوع كله علمي وقايم على نظريات، وهو دلوقتي مش هيفتكر اي حاجه من اللي حصلت، فهو دلوقتي كان حصل طب بالنسبه انا له هكمل الحلقه لحظة ازاي بعد غفلة. الكارثه اللي هو قالها دي؟ حصل له انا غفلة. مصدق قوي. ايه مصدع؟ ده بس عشان عقلك الباطن لسه طري، ف واحده وآية واحده عاملة كده إيه؟ هتفوق. كويسه ايه؟ انت بتاعت ليه؟ آه هو ايه اللي حصل؟ هو حضرتك انت قلت ان انت على علاقه بواحده اسمها آية.
انا مش هيفتكر يا جماعه دلوقتي. يعني ايه مش هيفتكر؟ هو انت اللي بتعمل قاله. تعويذه ولا مش بتعمل تعويذه ايه؟ يا جماعه، ده علم مين ونظريات. بس؟ يا جماعه ما تضغطوش عليه، هو مش هيفتكر اللي قاله. مين انت بتعيطي آية؟ ليه؟ بتعيطي ليه؟ ما تتكلمش معايا. طب واحده هو ايه اللي حصل؟ واحده واحده. حضرتك انت اعترفت ان انت تعرف واحده اسمها ايه؟ انا بس عايز اسال حضرتك، انت ما زلت مش مقتنع بالتنويم المغناطيسي مش كده؟ لا طبعا. طب حضرتك مقتنع ولا مش مقتنع؟ يعني اقتنعتي؟ بتعيطي ليه؟ انت بتزعلها ليه؟ انا حبيت اللي اثبت حصل؟ لحضرتك بس انت ان في بتزعلها علم، ليه؟ في علم، انت في بتخونها علم. وبتزعلها. بخونها؟ ايه الناس الغريبه دي؟ يا- انت قلت ان انت تعرف واحده اسمها ايه. ده امتى ده؟ ايوه بس هو ما لسه قالش ان هو من 3 بيخونها. ثواني. ما قالش ان هو بيخونها معاها برضو علشان ما نتحملش عليه. نعم. هو قال ان امال يعرفها بيعمل ايه؟ بيلعب معاها؟ على فكره طلعت ممكن ليه؟ تكون علاقه عاديه، يعني علاقه عابره. طب اوعى انت. يعني ايه علاقه عابره؟ ما دي اسمها في إيه؟ خيانه. لا مش شرط تبقى خيانه يا جماعه، انتوا دخلتوا الموضوع في خيانه ليه؟ مين آية دي؟ بالراحه بس عشان نفهم. آية انا ما مين؟ بحبش اضر الناس في حياتها عشان يجوا يصوروا. انا عايز اعرف ايه اللي حصل دلوقتي عشان انا مش فاهم. مين آية؟ فضفضت معايا. مين ايه؟ مين؟ اختي. اختك اسمها ايه؟ اه. طيب يا بس جماعه انت ما قلتش على علاقه اخته اسمها اخته آية؟ اسمها ايه؟ بس هو ما قالش، وكان خاطب واحده اسمها ايه قبل. وكان بيحبها. لا دي قصه تانية بقى. ايه اللي كنت بحبها طيب احنا انت ممكن الاكس مين اللي قال كده؟ انت اللي قلت كده. بصي هو طب احنا جبنا معلش يا الكلام جماعه من عشان ما عندنا؟ نظلموش، بس بعد اذنكم انا كده مضطر انيمه تاني علشان اعرف اذا كانت ايه دي اخته ولا احنا ما حاجة عندناش تانية. وقت بقى. احنا ما هو يا عايزين جماعه لو نقفل اخته يبقى احنا الحلقة. ظلمناه وعملنا مشكله بينهم. انت لو انت ما واثق في تطمن كلامك، مراتك طمنها. يعني. لو واثق في كلامك خليه يرجع يعمل اللي عمله تاني. ايوه عايز ايه يعني؟ ايوه عايزه اعرف مين ايه دي. البيبي اللي لسه مش في بينكم طفل يا جماعه؟ اه. طب ايه؟ ايوه كنت معاه. يعني ايه ايه كنت ايه معايا يعني؟ ايه ايه مش عايزه الصراحه. ايه كنت معايا دي؟ انت مش اللي فاهمه خليتيني يعني. اعمل كده. يعني ايه اللي خلتك عم تعمل كده؟ مش فاهمه. هي اللي وصلتني لكده. انا اللي وصلتك لكده؟ اه. بجد مش لاقي خناقاتك. بجاحه، مش لاقي كلام اقوله لك. وصلتك لايه؟ هو انت خناقاتك واسلوبك وكل اللي انت بتعمليه ده هو اللي وصلني لكده. انا اه. محمد كل البيوت فيها مشاكل يا محمد. لو سمحت يا دكتور. وانت ازاي اصلا تعمل حاجه انا؟ لا انا عملت كل حاجه بموافقتك وانت اللي قلت. غلطانه بتجيب اللوم على غيرك؟ يعني معلش هي لحقت تعمل ايه انت أصلاً؟ غلطان بتجيب اللوم على غيرك؟ يا ثانيه واحده يا شمال، هي لحقت تعمل ايه اصلا؟ انتوا اصلا مش مكملين بقالكم سنه. هي عملت ايه اصلا؟ هي لحقت تعمل ايه؟ مش فاهمه. يعني أنا انت عايز بتقول أنام كلام على غريب. ما حضرتك انت دلوقتي اعترفت قدام الناس اللي قاعده في اللوكيشن دي، احنا كده كده ما بنصورش. فانا مش فارق لي الحلقه، انا فارق لي هي. حضرتك هي اللي وصلتني لكده، الخناقه اللي معايا وانا كنت مخنوق. لا وهي معلش كانت ممكن اسال يعني انا اكون مخنوقه واروح اكلم واحد تاني عادي؟ لا طبعا. طب واللي حلو ليك وحش ليا ليه؟ طب انت شايفها اثرت معاك في ايه طب عشان تعمل كده؟ لا هو مفيش اي مبرر للخيانه. لا هو قال انت السبب. لا مفيش مبرر للخيانه. هو ايه اللي بيحصل ده بس؟ معلش ممكن يا استاذ ده بس. ما هو الدكتور قرر ينيم الضيف مغناطيسيا في نص الحلقه. اعمل ايه؟ تعالي نتكلم في الموضوع ده يعني في دكتور وتعالي. طب انا ايه مشكلتي؟ انا برضو عايز افهم ايه مشكلتي. مشكلتك ممكن بقى يا دكتور تشوف لنا القصه دي؟ انا عايز اساعدك والله بس مش عارف انت انت رافض كده عايز ليه؟ تساعدني؟ انت رافض ليه طيب؟ انت كده مش عايز تساعدني. خلينا نعمل ما محاولة تانية هي مش يمكن انت الكلام بتقول يتغير. انها علاقه عابره؟ يمكن الكلام يتغير. بتكلمها بس في التليفون؟ لا خايف قابلتها. الدكتور ينيمك ليه؟ قابلتها مره. اهو الوقت كل بقى ده. ما هنضغط هنلاقي مصيبه جايه. لا لو سمحتي ما تضغطيش عليه، خليه هو يطلع كل اللي جواه بالراحة علشان هي حتى ينفع تسامحه. محمد بعد اذنك عشان خاطري، بعد اذنك حط ايدك كده، والله عايز اساعدك. حط ايدك كده، اهدى خالص، اهدى خالص، ما تنفعلش. مش عارفه انا مينفعش. الناس اللي انتوا بتجوها لي دي الصراحه. بس كابل ايه وزفتي. استاذ محمد سامعني؟ ازيك؟ متجوز بقالك قد ايه؟ يعني واحد.
متجوز مراتك بقالك قد ايه؟ شيماء ولا ايه؟ هو انت في حد اسمه ايه متجوزها؟ انت كده بتحل. يلا. طب الجوازه دي رسمي ولا عرفي؟ شيماء ولا ايه؟ شيماء رسمي. رسمي. طب وايه بعد شيماء رسمي ولا عرفي؟ عند محامي. يعني عرفي. متجوزها بقالك قد ايه؟ بعد شيماء ب6 شهور. بعد شيماء ب6 شهور؟ لا. طب يا كفايه. خلاص بقى، انا معلش انا مش قادر اساعدك اكتر من كده. هو ايه قصه التعدد بقى اللي عندكم دي بقى يا دكتور؟ معلش، ايه قصه التعدد بقى اللي عند الرجاله دي؟ معلش. لا بصي، هو طالما قال دخل في جواز فانا ما اقدرش اتكلم معاه في حاجه. هو الراجل ما يعني هنقول يتجوز. ده عرفي. هو مشكلته كلها انه ما بلغهاش بس. ده يعني دي المشكله اللي انا شايفها. سألت ليه؟ انا لما كان هتطلق الصراحه. مين لا اللي هو- تطلع؟ لا لا ما ليه ايه اللي بيتجوز عليه بعدها ب6 شهور؟ 6 شهور؟ مين حضرتك؟ امال لو قعدت معاها 7 سنين هعمل ايه؟ ايه، خليك حقاني معلش. بيتكلموا على لا ايه؟ ما بعد تاني؟ 6 شهور، بعد شهور تانية يعني يتجوز تاني بقى. أصل هو تالت بيحب بقى. يجرب. انا؟ تالت صح. تالت. متجوز ايه عرفي؟ ايه؟ مين اللي قال كده؟ انا اللي قلت كده. انا اللي قلت كده. مين اللي قال كده؟ انت اللي لسه قايل كده. انا قلت كده؟ محمد انت برضو مش هينفع كل مره تنكر، لان خلاص اللي اتعرف الاول خلاص هيتعرف. انكر ايه حضرتك؟ التفاصيل اللي انت قلتها. تفاصيل أنا ايه؟ كنت متخيل ان انت هتقول لي مفيش حد وايه دي اختي، وطلعت يعني حسستني ان انا ورطتك اكتر من الاول. شايلتني ذنب بصراحه، بس مش ذنبي. مش ذنبي والله، دي مشكلتك انت. مخبي ايه تاني؟ ده انا لو كنت سبتك نص ساعه كان زمان الاستوديو اتكسر علينا. هو اللي انت بتعمله ده صح حضرتك؟ انا ما عملتش هو اللي حاجة. صح ولا انت اللي مش صح؟ ايه دي طيب؟ انا مش هذا، انت بتتكلمش معايا اصلا. انت اصلا بتتكلمش معايا، بتتكلم معايا بصفتك ايه اصلا؟ ايه اللي بصفة ايه ما دي؟ تتكلمش معايا. يعني ايه يعني؟ انت ما تتكلمش معايا. ازاي؟ هو كده. هو ايه اللي ما كده؟ تتكلمش معايا. لا اتكلم معاك. لا ما تتكلمش معايا. انت هتصدقيه؟ لا الكلام خلص معايا كده. هتصدقيهم؟ لا 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 صدقته. صدقت الكلام اللي انت اللي قلته. ايه اللي انا قلته؟ طيب ما قلتش انت حاجه. متجوز ايه من 6 شهور؟ متجوز ايه؟ عرفي عند محامي. ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ انت اللي قايل الكلام ده. طب بص لي انا ليه انا ما قلتش؟ انا مش مصدقه ليفل البجاحه ده. ليفل جديد الصراحه. محمد اعتقد دينا انا خلاص المشكله اتصلحت، يا ريت بس نختم الحلقه دي. اختم ايه؟ بتاع متجوز عليها. اختم ايه؟ انا كده محتاج اختم الحلقه يا جماعه، وبعدين نبقى نكمل المشاكل كلها. جاهزين؟ خلينا خلي الناس تشوف شغلها يلا عشان نخلص. حضرتك انا عايز اختم الحلقه عشان امشي. ده لو هي اصلا عايزه تروح معاك. لا هتروح معايا. لا انا مش هروح معاك. ايه اللي مش هتروح معايا؟ انا مش هروح انتوا معاك. لازم ازاي يعني؟ تروحوا هو تحلوا كده. مشكلتكم بهدوء في البيت يا جماعه. احنا لازم تحلوا مشكلتكم بهدوء تحل في مشكلتنا البيت. ازاي وانت خربتها؟ أنا ما هو اللي خربتش خربها، حاجة. هو اللي بياخدها. انا ما خربتش خربها حاجه. في ايه؟ ده هو؟ غريب جدا. هو خربها في ايه؟ هو اللي خربها ولا انت اللي خربتها؟ هو انا اعرفك ولا عمري شفتك؟ ايوه انا عايز ايه يعني؟ انا عايزه اتطلق. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو كده. خليك معايا بقى. جماعه يعني الامور ما تتحلش هو كده. ده اللي هيريحك يعني؟ ده اللي هيريحني. طب يا جماعه بعد اذنكم نختم الحلقه وبعدين يا استاذ معتز، هختم الحلقه اقول لا لو ايه؟ سمحت اختمي الحلقه عشان عايزه امشي بعد اذنك. انا عندي حلقه لازم اختمها يا دينا، يا ريت نخلص وبعدين نقعد نتكلم في كل الكلام ده. انا بس يا دينا قبل ما نختم عايز بس تساليهم كل واحد فيهم سؤالين كده عن الحب والعلاقات. حب ايه بيخونها يا ماشي، هو معتز؟ عشان يقفل هو انتوا بس، عايزيني عشان ابقى يقفل، فيك؟ عشان يقفل بس. مش قادر تعتذر؟ انا ما عملتش حاجه ايه غلط عشان البجاحه اعتذر. دي؟ انت. ايه يعني انت البجاحه جالك دي؟ فرصه الاعتذار دلوقتي ومش عايز تعتذر؟ انت حضرتك انت كده انت بتعقد انا لا الأمور. بالعكس، هو لو اعتذر هتسامحيه مش كده؟ لا هي لو سامحته يبقى ما عندهاش كرامه. لا ملوش علاقه. لا ليه لا علاقه. لا لا، في بيوت كتير لا ليها علاقه علشان عشان ابني ده يشفى. على فكره انت عاقله جدا.
بجد انا ما عملتش حاجه غلط عشان اعتذر. هو حضرتك متجوز لا، لا، عليها لا. وايه اللي مش عارفة؟ ما ينفع. بص هو ايه البجاحه دي؟ انا مش فاهمه. دي اكتر حاجه بتضايق حضرتك عماله تقولي الست. بجاحه بجاحه ايوه بجاحه. ازاي يعني؟ محمد ليفل محمد، البجاحه عندك محمد، عالي دي اكتر قوي. حاجه يعني بتضايق يعني الست. كمان مش يعني غلطان مش عايز تعتذر؟ خد بالك لا انا مش غلطان، الاعتذار ده وحتى لو بيضايق. اتجوزت انا ما عملتش حاجه غلط. لا ده موضوع تاني. لا 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 لا، ده مش طبيعي. بس انت جالك فرصه ده الاعتذار مش طبيعي، ده مش وهي طبيعي. عايزه تكمل علشان بيتها ما لا يتخربش. واعتذر على حاجه انا مش مقتنع بيها. ده مش طبيعي، البني ادم ده مش عايزه طبيعي. تربي ابنها وسطكوا، طب ما فانت ليه عايز ماشي يتربى، هو كده كده هيتربى. اه، ده هي مش فارقه لك واستنى ما خالص. يعني مش فاهمه، استنى ثانيه ما واحده، تجيبها يعني هي البيت مش يعني؟ فارقه لك اصلا. مين اللي جايبها البيت؟ يعني مش فاهمه، استنى اما يعني مليك متجوز التانية والتالتة وتجيبها البيت ولا ايه؟ انا مش فاهمه بجد. عندك كميه بجاحه فعلا مش طبيعيه. لا مش هجيبها البيت. لا لا، عندك مش بجاحه مش هجيبها طبيعيه البيت. بقى والله العظيم. طب خلاص عشان احنا انت عماله تتكلمي جالك, كده جالك فرصه من ذهب لا ما تسكتش. للاعتذار. اعتذر عشان لا تخلص مش الموضوع. اعتذر انت عليا انا ازاي ما قابله غلطتش. اصلا على نفسك وضع زي ده؟ معلش يعني بقى. ايه وضع زي ده؟ يعني ايه ازاي قابله؟ يعني انت ازاي اعتذر؟ يعني هو يتجوز عليك يقول لك انا اسف؟ انت ازاي لا، قابله وعلى على فكرة- نفسك؟ عشان بيتي هو- بس. لا خلاص لا، يعني ده لا هو اصلا خلاص. متكبر ان هو يعتذر. هو متكبر يا وهو محمد، غلطان اصلا. دي اكتر حاجه يعني بتضايق غلطان الست. ومتكبر ان هو يعتذر. نعم. اكتر حاجه بتضايق الست هو إيه؟ عدم الاعتذار عن الخطا. لا وانا ما خطأتش. ممكن تقول لي ايه اللي دي انا بقى أخطأت مشكله فيه؟ اكبر انك طب قول- تنكر الخطا. طب ايه الخطأ اللي انا عملته؟ عشان ما لازم بلغتهاش ليه ان انت عايز تتجوز بموافقتها. تاني؟ لازم ما قلتلهاش ليه انا بموافقتها. عايز اتجوز تاني وهي ساعتها تحكم. لا انا لقيت تأثيرات في حاجات انت بجح، انت بجح، انت بجح، ما تنكرش ان انت بجح. انت اصلا اللي زيك ما يستهنيش اصلا. بجد انا ماسكه نفسي بجد. يعني ايه ماسكه نفسك؟ لا انا يعني ماسكه هتقومي نفسي. تضربيني يعني ولا لا إيه؟ انا ماسكه نفسي. هتقومي تضربيني مثلا يعني طب ولا ما انا إيه؟ فاهمه، اصل هي خلاص كده يعني، هي كده خلصت. ما تخلص. يا نهار محمد، اسود. محمد ما تبقاش بايع كده يعني. هو انت جايبها تهزقها عندنا هنا؟ هي اللي وصلت نفسها لا لكده. لا لا هي كل اللي وصلت حاجة. نفسها كده؟ دي محترمه وعماله تقول لك عشان يعني انا قليل ابني. ادب حضرتك لا يعني؟ انا شايف ان انت قليل الادب، شايلها انت قليل الادب. انت قليل الادب. عاجبكم انتوا انت كده؟ مش شايلها اخطائك كلها يا محمد. مش شايلها اخطائك لا، كلها. انت هي ما هي دي أصل البجاحه أصل بقى. هي. دي حضرتك البجاحه ان والأستاذة يغلط مبسوطين اللي هي وشايل بتغلط الباقي. فيا. لا بالعكس، انا اصلا كنت هصلح المشكله بس اصلح انت ايه بعد اللي- ما خربتها؟ انا ما خربتش هو حاجة. اللي ما هو اللي خرجش حاجه بيخون؟ اصلا. هو اللي متجوز؟ حاجه ما غريبه خربتش حاجة يا جدا. محمد. انا جيت بقول لك هتعتذر ايه لك. المنطق ده؟ فين المنطق اللي انت بتتكلم بيه اصلا؟ انت جايبه تهزقها هنا لا انا ما هزقتهاش، انا اللي بتهزق كده. عشان انت غلطان؟ لا وانا مش غلطان. لا غلطان، مش حضرتك غلطان. بتخونها ومتجوز لا مش عليها. بخونها، انا متجوز مش بخونها. انت واتجوزت بجح. صدفه يعني؟ ما انت اتجوزت خطيبتك القديمه. ده حاجه غريبه جدا. يعني لو كانتش خطيبتي القديمه كانت هيبقى عادي. لا بس انت معنى كده ان انت فضلت معاهم هما الاثنين في نفس الوقت. دي اسمها خيانه. دي اسمها بجاحه مش خيانه. لا دي اسمها هو بجاحه. خداع اكتر من خيانه برضو عشان نبقى يعني واضحين دي اكتر. مش- هو مش خدعها خيانة. وهي بقى عارفه ان انت متجوز شيماء؟ اكيد. بصي الزوجه التانية ما بيبقاش عندها مشكله في الموضوع دوت يعني. هي معاك. بتبقى عارفه انه متجوز بس هي بتبقى مقرره خلاص. هو كان هدف بالنسبه لها وحققته. المشكله في الاولى هي ما هي اللي بتبقى البجاحه مش الضحيه. من طرف واحد، ما هما البجحين بياخدوا بعض. البجاحه بتبقى من الطرفين. انا مش بجح، انت اللي قصرتي. ما هو مش كل واحد اتاثر مع جوزها يروح يتجوز عليها. لا ما انت ما قصرتيش مره واثنين وثلاثه، قلت لك كذا مره انت اسلوبك واللي انت مش بتعمليه عايزه ده. اتكلم بجد بالبجاحه بتاعتك دي، مش عايزه اتكلم عشان انت مستاهلش ان انا اصلا اقعد اتكلم معاك بجد. والله انت ست محترمه. ماشي لا هو هي ست محترمه. ايه مش عاجبك كلامي؟ انا بقول لك هي ست محترمه. طب ماشي، هو يعني انا مش محترم حضرتك؟ لا مش محترم. عايز تسمعها؟ انت مش محترم. انت لو راجل محترم اصلا، في راجل محترم يعمل انت بتعمله ده؟ ده انت ابنك عنده شهر. انا مش فاهمه ايه اللي انت بتعمله ده. انت ربنا مديك نعمه مش عند حد، انت اصلا ما تستاهلهاش. بجاحه، ما شفتش بجاحه اكتر من كده. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه. اتفضل. احنا في برنامج ما تهزرش، وانت معمول فيكي مقلب، واحنا متفقين مع محمد أيوة. انه يعمل فيكي مقلب. برافو يا محمد. لا ما هو ده مش اسلوب يعني، ده مش اسلوب بجد. معلش احنا اسفين لك بس هو لا، لا، اتفقنا لا، معاه. ده مش اسلوب والله العظيم. والله احنا بنعمل لا والله العظيم اوعى كده، اوعى ايدك، ده مش اوعى. طب وسع ايدك كده، ده مش اسلوب، اوعى. بعيدي عليه. بعيدي عنه. ما كانش خالص. اوعى ايدك. من صغري في